مع حالة جديدة من حالات مؤسسة فذكر، حالة تدمع لها العيون. الأب الذي كان يرعى 5 من الأبناء طفش بسبب الديون، ثم رفعوا عليه وصلات الأمانة، وخد أحكام حبس وترك في رقبتها 5 أبناء. أتعرف بحضرتك؟ أمير، معايا 5 أولاد، 3 بنات وجاز صبيان. والله العظيم أنا ملاقي أوكل العيال، طلعت عشان أشتغل عشان أخاطر أوكل ولادي، وقحت وأنا جاية دراعي اتكسر. عندي أمير عنده عملية فتاك، الدكتور قال لي تتكلف 15,000 جنيه وأنا مش قادرة أعملها وملتهبة خالص. ومحمد عنده ثقب في رقبته، عمليته حوالي 20,000 جنيه والله ما فيه، والعيال تعبانين وكل شوية أودوهم للدكتور ومش لاقية أصلا. انت عايشة هنا ازاي وبتواجهي البرد والأمطار ازاي؟ أنا شايف يعني هو جريد نخل السقف بتاعك وحصيرة المكان ده أحسن من الشارع، وولادنا العيال تضرب فيهم وما يلاقوش مكان يقعدوا فيه، على الأقل نقفل بابنا وقاعدين. حصلت مطرة أكنهم بيشطفوا، أكنهم بحميهم. نحن نناشد أصحاب القلوب الرحيمة إن هم ينظروا إلى هذه الأم وإلى أولادها، وأن يمدوا لهم يد العون. الست رغم أنها ما عندهاش لا تلاجة ولا غسالة ولا بوتاجاز، غير أنها أرادت عملية لهذا الطفل ولهذا الطفل الصغير، عملية ثقب أيضا في رقبته. هي بس عايزة زوجها يطلع ويجي تاني يتلموا في وسط بعضهم البعض، وعايزة تسد الدين اللي خدوه من الناس عشان يبنوا هذا المكان الذي يعني ليس فيه أي مقومات للحياة وللمعيشة. فمحتاجين إن احنا نمد لهم يد العون، وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.